بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتحدث في هذا المقطع إن شاء الله السميع العليم عن رؤية نفسك في المنام أنك تقرأ قرآنا. الكل سيستبشر خيرا ما عدا الذي في قلبه مرض أو الذي يعبد الشياطين، والعياذ بالله، لا أقول شيطان، شياطين يعبدونهم كثر. فلهذا قراءة القرآن في المنام شيء مبشر ومفرح، وفيه الخير الكثير بإذن الله. فرب سبحانه جعل منه دواء وجعل منه شفاء للمؤمنين، ورب سبحانه وتعالى جعله سيفا على الظالمين، وجعله رب سبحانه وتعالى علما من العلوم التي لا تقدر بثمن، وجعله الله سبحانه وتعالى حصنا، وجعله وسيلة للرزق وأمور أخرى نحن نجهلها لو نتدبر القرآن بصيغة صحيحة. رموز رؤية قراءة القرآن في المنام أمر طيب ومحمود جدا للإنسان. لكن البعض سيسأل، مثلا أنا أقرأ آية من القرآن الكريم من سورة النور، والآخر من سورة الزخرف، والآخر يقرأ سورة الفلق، والآخر يقرأ الإخلاص، والآخر يقرأ سورة القلم، أو يقرأ آية منها، وتحدثت عن هذا في فيديوهات سابقة. فماذا يعني؟ القرآن بصفة عامة كله رفعة لصاحبه. كل ما تقرأه اعلم أنه طول عمر لك، وأنه شفاء لك، وأنه خير لك، وأنه تنبيه لك، وأنه كله طيب. في حالات معينة إذا رأيت نفسك أنك تخطئ في الآيات، أو ترى نفسك تتلعثم في القراءة، أو أنك ترى القرآن والعياذ بالله يظهر ثم يختفي، أو يختفي لك من المصحف، فاعلم أخي أن هذه فرصة من الفرص التي إذا ضاعت خسرت كل شيء. فيجب عليك الرجوع والتوبة بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله يحبك ويريدك أن تعود، لكن الله من صفاته وأسمائه العادل، فهو إذا كان يحبك فهو عادل في حكمه، فهو يحاول معك. الله سبحانه وتعالى لا يحاول، لكن كلمة قلتها أنا بتعبير دنيوي. الله يريدك أن تعود إليه لأنه يحبك. فإذا رأيت الرموز أنك تتلعثم، لا تستطيع القراءة، لسانك ينعقد، كذا كذا، حاول أخي أن تصلح ذاتك ونفسك في أسرع وقت، لأن العطاء بعده كثير جدا إن شاء الله، والسعادة ستكون دائمة بإذن الله. لكن أنا كنت عملت في الماضي، بدأت أفسر كل سورة على حدة. ماذا تعني إذا رأيناها في المنام، أو ذكرت لنا، أو قرأت علينا، أو سمعناها، أو نتلو منها آية؟ كنت بدأت أتحدث فيها، لكن لا أجد متابعات أو مشاهدات. ونحن نعمل في هذا الشيء لوجه الله. المفروض أني أعمل شيء لا أضيع وقتي على الفارغ مع بعض الناس، للأسف هي التي لا تستحق حتى أن تخاطبها أصلا، للأسف. الله يهدي، الله يصلح حالهم. لكن حبيت أبشر بعض الناس التي ترى مثل هذه الأشياء، أو يحمل المصحف في يده، أو يفتح المصحف، أو مثلا يقرأ بسلاسة، أو يقرأ وهو فرحان، أو مثلا يقرأ تحت مطر. كل هذه بشريات بخير لا أستطيع أنا ولا غيري من المفسرين أن يفسره لك دقة 100%، لأن عطاء الله لا حدود له. لأن ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، لأن عطايا الله وهباتي خاصة لا نستطيع أن نقدرها. ثم نقطة أخرى، البعض يفيق بالمنام يقول لك أنا كنت في المنام أقرأ آية من القرآن الكريم وأنا في الحقيقة لا أحفظها. اعلم أخي أنك ستنال الرفعة، وتنال العلم، ستنال علما إن شاء الله، وتنال قوة، لأن هذا يعتمد على ذاكرة قوية. واعلم أن صدرك رحب، وأنك إنسان نقي ونظيف ومحاط بطاقات نورانية إلهية مبعوثة لك هدية. فاستغل هذه الفرصة، واطلب العلم من الله، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فستجزى جزاء حسنا بإذنه تعالى. على العموم أخواني الكرام، كنت حوصلت لكم ما معنى قراءة القرآن في المنام. إذا أنا لو أجد، أنا عارف أني لن أجد، لست أني متشائم، لا بالعكس، أنا متفائل دائما خير، وأعرف أن الله ما دام حرمني من شيء إلا سيعوضني أحسن منه بكثير. وما دام الله أراني أشياء في هذه القناة، أن الله يعد في لما هو أحسن، وعندي الثقة في الله أن الله يعد في لأمر أحسن من هذا بكثير. لكن وقتها
قد تنتزع من قلب بعض الرحمة على يعني حول بعض البشر، لأنهم كما قال عنهم الله سبحانه سواء إن الذين كفروا سواء عليهم أنذر أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمنوا. لا أقول عن الكفر أنه لا يهمني، ربي يهدي الجميع ويصلح حال الجميع، لكن ثم ناس في قلوبهم مرض ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا لكن هم يفسدون، لأنهم لا يطيقون كلمة الله أو محمد أو غيره من الأنبياء والرسل، لأنهم لا يطيقونها مع العلم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو إنسان للأسف ربي يهدي. فقلت أنا أعمل فيه لوجه الله، واضح، لا أنتظر منها شيء، لكن فيه فائدة، على الأقل فيه فائدة. أنت لو تسمع لمقاطع صحيحة، تستمع لمقاطع صحيحة و يعني تفيد بها غيرك، على الأقل مثلا تكون جالس في مجلس أو كذا وتسمع شخص يقول لك أني رأيت، تستطيع أن تفسرها، أنت أخذت المعلومة من عندي وتقول كلمة، وأنت أخي تكون ذمتك بريئة لأنك أخذتها من عندي أنا المعلومة، فهم؟ يعني أنا اللي أتحملها. فالناس لا تريد الاستفادة، إنما الناس تريد أن تبقى دائما معتمدة على غيرها. إذا كان كتاب القرآن سيأتي عليه يوم نفتحه ولن نجد فيه شيء، فما بالكم بالتكنولوجيا والإنترنت وغيرها. كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: تخوشنوا فإن الحضارة لن تدوم. شكرا لكم.